الهدية التي لم تكن ذهبا. كالعادة حكمة جديدة من قصة جديدة، وبرضه يا صديقي مش من الاستوديو المتواضع بتاعنا ده، من وسط اخواتي فريق أليكس بايك فوليفر. فشكر خاص للفريق من أصغرهم لأكبرهم، وشكر خاص لكابتني كريم سعيد. أقسم بالله بحبكم في الله. فأسيبك بقى يا صديقي مع القصة اللذيذة، بس قبل ما نبدأ خلينا نصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم، عاملين ايه؟ طبعا كل سنة وانتم طيبين، ده أول حاجة. تاني حاجة احنا حرقنا اللحمة أكتر من كده. قصة النهارده بعنوان الهدية التي لم تكن ذهبا. بتدور أحداثها حول ملك ثري، بمعنى إنه عنده ملك كبير، وبمعنى أكتر إن هو معاه فلوس كتيرة. الملك ده عنده بنت وحيدة، ففي يوم من الأيام قرر إن هو يعمل حفلة عيد ميلاد ليها، وبدأ يعزم جار القرية الأعيان بتوعهم كلهم، بس بشرط اللي هيجي الحفلة دي لازم يجيب هدية فخمة لبنته. فبالفعل أهل القرية كلهم جم، كل واحد جاب افخم ما عنده، ذهب، حرير وفضه وغيره. طبعا البنت كانت مندهشه بالهدايا اللي جات لها، لكن كان في هديه وحيده لفتت نظرها، كان عندها فضول تعرف ايه الهديه دي. الهديه دي عباره عن ايه؟ عباره عن صندوق خشب معلوش اي حاجه، والصندوق ده اللي جابه ايه؟ مين؟ رجل فلاح فقير قرر ان هو يروح الحفله دي مخصوص يديها الهديه دي. طبعا البنت عندها فضول تعرف ايه اللي جوه الصندوق ده، فقالت للفلاح ايه اللي جوه الصندوق ده؟ قال لها يا صاحبه السمو، الصندوق ده جواه بذره لو رعيتيها واهتميتي بيها كل يوم هتصبح شجره عظيمه، وهيبقى فيها ثمار، وهتستظلي بظلها. طبعا البنت استغربت، بصت للهدايا الفخمه اللي جات لها من الاعيان البلد والتجار، بصت للبذره، فقررت ان هي تقود التجربه، وبدات ان هي تنفذ اللي هو قال لها عليه. بدات تهتم بيها، وكل يوم كانت بتهتم بيها اكتر، لغايه ما عدى سنين كتيره اصبحت البذره دي شجره عظيمه بقى فيها ثمار، لدرجه وصل ان الشجره دي اصبحت بهجه للبلد كلها. مع ان الهدايا الثانيه اللي كانت عندها من الاعيان بدات تفقد شغفها اتجاه الهدايا دي مع مرور الوقت. فالحكمه ايه من القصه دي؟ الحكمه ان ما ينفعش ان احنا نبص على الحاجه كقيمه عاليه وكثمن، مع ان في هدايا بسيطه وممكن تكون ارخص، بس مع الوقت هتصدر ثمارها، لكن محتاجه شويه مجهود مننا بسيط، مع الوقت هتبقى لمدى الحياه معانا. بس دي القصه. وتكمله على الحكمه دي يا صديقي، ان القيمه الحقيقيه ما بتبقاش دايما في المظاهر اللي بتلمع والمكلفه، لكن القيمه الحقيقيه بتكون دايما في الاشياء البسيطه الصغيره اللي بتحتاج منك شويه مجهود ورعايه عشان تنمو وتجيب لك ثمار وتفضل دايما نافعه ليك لمدى حياتك. فبس كده يا صديقي، اشوفك في فيديوهات جديده كتيره ان شاء الله. وبس كده، السلام عليكم.